السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة بقى جايلكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده هنعملها ناخد شوية من الرز المفلفل التحفة دوت. حبة رز كده معمولين بمزاج، معمولين بحنية. بصوا مش قادرة أقول لكم حلاوتهم وطعمتهم قد ايه. على حبة من المكرونة من المفلفلة التحفة ديت. حد بقى يعني في حد فيكم يعرف يعمل المكرونة كده مفلفلة وجميلة وبصوا يعني بصوا يا جماعة. الفيديو ده كله من أوله لآخره أسرار. عايزاكم تتابعوا الفيديو بتاعي عشان تعرفوا المشروع الجديد اللي أنا عملته، وتشوفوا الجمال والحلاوة بتاعت طبق الكشري اللي أنا عاملاه النهاردة. بصوا كمان حتى البصلة عاملة ازاي، يعني حاجة كده شغل معلم لابنه، مقرمشة محمرة. حمارها حلو قوي، جميلة. بصوا يعني بصوا شغل يعني أقول لكم ايه، شغل مطاعم، شغل محلات. بصوا حاجة كده فخر من الآخر. وكمان حاجة معمولة في البيت حلوة جدا. والصلصة اللي مظبوطة اللي قوامها مية مية، ولونها حلو جدا جدا. سر الصلصة باللون التحفة دوت، وسر البصل المقرمش، وسر الرز المفلفل، والمكرونة التحفة ديت. ويعني بصوا الطبق كده احط عليه شوية ورد، يعني حبة رز مفلفلين، على حبة كشري، على حبة مكرونة، على حبة صلصة، على بصل اللي هو الورد زي ما بنقول بقى بلغة المحلات، على الشطة التحفة الجميلة اللي أنا عاملاها ديت. بصوا الشطة يا جماعة دي بقى كانت حكاية وجميلة جدا. على حبة دقة مظبوطين معمولين صح. يعني بصوا يا جماعة زي ما بيقولوا كده شغل المعلم لابنه. النهاردة عاملة كشري بطريقة المحلات، فأنا بقى مستخدمة كل حاجة زي المحلات بالظبط حتى الأطباق. يعني بصوا ما غيرتش بقى، جبت طبق صيني، جبت طبق معرفش ايه، لا الاطباق اللي فيها المقدمة فيها الكشري، والطبق اللي فيه الدقة، والطبق اللي فيه الشطة، كله 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 شغل محلات. بصوا شغل فاخر من الآخر. نقلب كده في كله في قلب بعضه كده وندوق، يا سلام على الجمال والحلاوة والتحفة. عايزين بقى تعرفوا الفيديو بتاعي كله أسرار، وإيه المشروع اللي أنا عملته، اللي أنا آه، أسسته. تابعوا الفيديو بتاعي، وأقول لكم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس. فعلا هو كشري مية مية، بص أنا أكلت منه بقول لكم مية مية عشان يوصلكوا كل جديد. نخش في الفيديو بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده أنا جايبة ربع وتمن عدس بجبة. تمام، تمام حلو يا ست الكل، حلو. احط كده عليهم شويه ميه مناسبين وشويه ملح واسيبهم يتسلقوا سلقه كويسه على البوتاجاز، بس ما اسلقش العدس للاخر يا جماعه. ليه ما تسلقيش العدس للاخر يا هدى؟ مش هقولك عشان تتابعي الفيديو. تمام. بعد كده هبدا اسلق المكرونه. هتبداي بسلق المكرونه قبل ما تعملي الرز؟ نعم. هبدا بسلق المكرونه. اول حاجه كده طبعا هنسلق العدس، تاني حاجه هنسلق المكرونه. كده اجيب حله واحط فيها شويه ميه، وبعد كده هحط فيها ملح. وسلق المكرونه يا جماعه مش افتكاسه ولا اختراع، كلنا بنسلق مكرونه يعني. بس انا بوريكم الخطوات هنعملها ازاي، وخليكم معايا لغايه اخر الفيديو عشان تعرفوا المشروع الجديد اللي انا عملته ايه. تمام تمام. هبدا كده اجيب بقى بصل، ان احنا هنعمل البصل بتاع الكشري او الورد بتاع الكشري بلغه المحلات بقى. احلى حاجه واحلى بصل مناسب جدا جدا لبصل التقليه بتاعه الكشري او البصل بتاع الكشري يكون البصل الابيض مش البصل الاحمر. البصل الاحمر لما بيتحمر يا جماعه بيكون لسه محمرش وتلاقي لونه غمق معاكي كده، وفي نفس الوقت البصلايه بتطلع طريه. لكن البصل الابيض ده بيبقى حلو جدا جدا، وبيبقى مناسب قوي 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 لطبق الكشري اللي احنا هنعمله. هبدا اجيب البصلايه كده واقطعها ترانشات، بقطع البصلايه نصين، وبعد كده بقطعها ترانشات صغيره. هنعمل البصل يا جماعة أنا وريتهولكوا في أول الفيديو، حلو جدا جدا مقرمش، لونه محمر. عاملاه بطريقة حلوة جدا، بتركات جميلة جدا جدا جدا. طبعا كلكم عمالين تتفرجوا على الفيديو وتقولوا أكيد عاملاه معرفش بإيه وحط عليه إيه. لا 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 لا، عاملاه بطريقة حلوة قوي قوي، لكم أن تتخيلوها. وصفة سهلة وبسيطة وفاخر من الآخر. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو، الفيديو ده كله أسرار يا جماعة، وشغل يعني إيه المعلم لابنه زي ما بيقولوا. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة، حلو الكلام، كلام جميل. دلوقتي كده أنا بقطع البصل بتاعي، أخلص الكمية بتاعتي. البصل ده بقى زي ما أنت عايزة، الكمية اللي أنت عايزاها. دلوقتي أنا خلصت البصل بتاعي كله، وأبدأ إن أنا أفتحه من بعضه كده، وأفكه من قلب بعضه لأنه بيبقى ماسك في بعضه، فأنا بفكه من بعضه. وبعد كده السر اللي هيخلي البصل بتاعي حلو، ناس تقولك نحط دقيق، ناس تقولك معرفش نعمل. لا خالص خالص يا جماعه، انا ما بحطش دقيق ولا بعمل الكلام ده كله، وبيطلع البصل بتاعي حلو قوي قوي. ودي اسرار من اسرار محلات الكشري. محلات الكشري ما بتحطش على البصل دي يا جماعه، عشان في ناس
وفي ناس كبار اصحاب قنوات كبيره وشيفات كبار بيطلعوا يقول لك حطي دقيق شويه، دقيق شويه نشا على البصل وما اعرفش ايه. مع احترامي ليهم طبعا، محلات الكشري ما بتعملش كده خالص، مش هيقعدوا يحطوا دقيق وبصل والحاجات دي كلها. احنا هنفتح البصل كله من قلب بعضه كده. وبعد كده هحط له شويه ملح صغيرين. ماشي، انا رحت اغسل ايدي بس كده عشان اعرف امسك الازاز. احط له شويه خل صغيرين وشويه ملح. بصوا شويه الخل اللي انا حطيتهم وشويه ملح، هو ده السر يا جماعه في بصل المحلات. هبدا ان انا اقلب بقى الكلام ده كله في قلب بعضه كده. ويعني افككه واقلبه حبه كتار لغايه ما البصل بتاعي ينزل ميته خالص. واخدين بالكم انتم من التركه دي؟ يعني في ناس بتعمل فيديو للبصل ده لوحده. انا ممكن في مره فعلا اعمل لكم فيديو للبصل لوحده، بس انا قلت هو مش محتاج، انا بعمل الكشري فاعمل لكم الوصفه كلها على بعضها. والله يا جماعه انا مش حكايه ان انا بعمل شويه كشري، كلنا بنعرف نعمل كشري، بس في تركات حلوه جدا جدا تستفادوا منها. هبدا ان انا افتت البصل بتاعي كله من بعضه كده، مش هفتته ان انا اخليه حتت صغيره، يعني افكه واقلبه كله ببعضه كده مع الملح والخل. عايزه احس ان الملح والخل دخلوا في كل حته فيه، وابدا ان انا اعمله يعني ادعكه بايدي كده عشان ينزل الميه اللي جواه. حلو بالكلام، كلام جميل. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. بجد يا جماعه اعملي بصل الكشري كده مش هتندمي. حلو جدا جدا جدا. آه انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات ليكم، وبقالي كتير ما طلعتش، لاني معلش يا جماعه انا كنت يعني ايه، كنت تعبانه شويه بمعنى اصح، فكنت مكسله حبه عن الفيديوهات. لكن طبعا انا على طول فاكراكم وانتوا اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق. هبدا كده اجيب زيت بقى، شويه زيت حلوين كده في الطاسه عندي، شويه زيت كتار محترمين ويسخنوا قوي، وابدا ان انا اعصر البصل بتاعي من الميه اللي فيه. بصوا يا جماعه انا بعمله ازاي، اتحداكم ان حد عمل البصل بالطريقه دي قبل كده. بصوا بصفيه حلو قوي قوي من الميه بتاعتي اهي واحطها. حد يقول لي هيبقى طري، حد يقول لي هيبقى مكسر، لا ولا هيبقى طري ولا مكسر. وانا اتعمدت ان انا اجيب لكم كل حاجه انا عاملاها في اول الفيديو عشان تعرفوا ان الحاجه اللي انا هعملها هتطلع تحفه. وانا اوريكم البصل اول الفيديو كان عامل ازاي اول ما بدات الفيديو بتاعي. بصوا بعصر البصل حلو قوي من الميه اللي فيه زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين انا بعصر البصل ازاي؟ بصوا احصر قوي 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 كده وانزل كل الميه اللي فيه. تمام تمام. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. حلو الكلام، كلام جميل. بصوا انا عصرت البصل خالص ازاي، يعني بوريكم حتى الميه نازله من، يعني الميه باينه هنا هي نزلت. ده كده بقى يا جماعه السر بتاع البصل بتاعي بتاع الكشري، ان انا بحط عليه الملح، بحط عليه خل، واقلبهم في بعض قوي قوي لغايه ما ينزل ميته، وابدا اعصره حلو قوي كده، وابدا ان انا احمره. تاني حاجه بقى تركية وهو على النار، في كده كام حته بصله لقيتهم لسه تخان شويه، فايه فركنتهم على جنب وايه وقطعتهم تاني عشان انا مش عايزه سمكيه يبقى تخين. دي اول. في بقى حاجه تانية يا جماعه، ان احنا حطينا البصل بتاعنا على النار، عملته بالملح والخل وحطيته على البوتاجاز. دي اول تركية. تاني تركية، والزيت يكون سخن يا جماعه مش زيت بارد. تاني تركية احنا هنعملها مع بعض يا حبايب قلبي، ان احنا مش هنقلبه، مش هنمسك بقى بتاع ونقعد نقلب نقلب. لا احنا هنحركها كده بالراحه من وقت ايه للتاني، واحده واحده كده، عشان انا مش عايزه البصل بتاعي يتكسر. بص انا عملت ازاي، أنا يا دوبك بس دخلت البصل كده خليته يخش في قلب الزيت بالراحه، وهسيبه لغايه ما احس ان هو شد معايا. عارفين احنا لما بنحمر بطاطس، مش احنا بنحمر البطاطس وبنحطها على النار ما بنقلبهاش على طول عشان ما تتكسرش معانا؟ البصل نفس الوضع، نقلبه كده حبه بحبه. بصوا الزيت مغطي البصل ازاي يا جماعه، ما تحطيش شويه بصل، شويه زيت صغيرين قد كده وتيجي تقولي لي ده طلع طري ده اتكسر ده معرفش ايه. لا انا عايزه الزيت يغطي البصل. بصوا انا عاملاه ازاي بشكل عامل ازاي. بجد يا جماعه هيطلع معاكي شويه بصل حكايه، حبه بصل بجد بجد محترمين حلوين جدا جدا جدا. تمام تمام. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. حلو الكلام، كلام جميل. حبايب قلبي ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عندي هنا بقى ميه المكرونه غليت، هبدا ان انا انزل بالمكرونه بتاعتي، مكرونه اسباجيتي. حضرتك انت عايزه المكرونه بتاعتك تسيبي المكرونه سليمه، تمام. عايزه تقسميها زي ما انا بقسمها كده برضو تمام، مفيش مشكله، مش هتقولك لا. انا عملت كيس مكرونه وكان عندي كيس تاني مفتوح فيه شويه صغيرين، ورحت ايه حطهم. لان انا ما بحب اعمل الكشري، بحب ازود الكشري، اعمل شويه كشري زياده، لان انا بحب ايه يعني ايه، يعني بهدي بيه ناس يعني فاهمين قصدي ايه. يعني انا الكشري بتاعي بحب ايه بدي منه اللي حواليا يعني. ودي مكرونه اللي هي المكرونه الصغيره، يعني انا حطيت مكرونه اسباجيتي ومكرونه صغيره. المكرونه دي زي ما انت محتاجاها، الاساسي معانا المكرونه الاسباجيتي. في ناس بقى بتحط مكرونه قلم، في ناس معرفش بتحط مكرونه ايه. المكرونه دي براحتك واللي انت عايزاه.
دلوقتي المكرونه اهي معايا بدات تغلي اهيت، وقلبتها كويس وسايباها تستوي. وعندي البصل بتاعي اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم استوى وبقى في منتهى الجمال، احمر معايا بقى حلو قوي قوي قوي. بصوا تحس ان هو هاش كده، مش مكتوم او شارب زيت او الكلام ده كله. بصوا بصفيه حلو قوي قوي قوي. انا اتعمدت ان انا اجيب لكم البصل بكل خطواته، حتى الحته اللي انا بعمل فيها البصل دي يا جماعه في الفيديو، الجزء اللي انا مصوره فيه البصل ما شلتش منه اي حاجه خالص، جايباه زي ما هو بطبيعته بطريقتي عاديه جدا. ما قصيتش وجبت حاجه تانية ولا فصلت وجبت حاجه تانية. انا جايبه البصل بحذافيره بالظبط بالظبط بالظبط. كده البصل بتاعي تمام. في حاجه بقى يا جماعه احنا بنغلط فيها، ايه هي اللي احنا بنغلط فيه؟ ان احنا لما بناكل الكشري نقول ده احنا بيعمل لنا حمو او بطننا بتوجعنا. ليه بيعمل حمو؟ لان حضرتك بتاخدي الزيت بتاع البصل اللي كله دوت بيبقى حامي جدا، وتروحي عامله بيه بقيه الكشري، يعني تعملي بيه الرز وتعملي بيه الصلصه وتعملي بيه اي حاجه تانية. ده غلط يا جماعه. انا ما بحمرش الزيت بتاع الكشري دوت. انا اللي انا حمرت بيه البصل ما بعملش بيه الكشري، انا بعمله بزيت تاني خالص. بخلي الزيت دوت بستخدمه في اي حاجه تانية، بس مش للكشري يعني. بصوا البصل بسم الله الرحمن الرحيم طلعته اهو. بصوا، وابدا ان انا اطلعه على حاجه واسعه كده وافرشه بالشكل ده، واسيبه في الهواء بقى ايه مع نفسه. هتلاقيه نشف وبقى في منتهى الجمال. واصلا طالع مقرمش، هتلاقيه بقى نشف اكتر لما تسيبيه في الهواء، هتلاقيه نشف اكتر. والزيت اهو قدامكم، انا مش هستخدمه ولا حاجه، انا هعينه بس. انا هحتاجه في ايه وصفات تانية، ممكن ايه اعمل بيه اي حاجه تانية، بس مش هعمل بيه الكشري. تمام. وعندي العدس بتاعي خلاص اتسلق اهوت. انا بسلق العدس 3/4 سوا، ما بسووش على الاخر، لان انا بخليه يكمل سواه في الرز. تمام. في حاجه تاني حاجه بقى يا جماعه بتخلينا ان احنا نقول الكشري بيوجع بطننا. حضرتك بتاخدي ميه العدس ديت تروحي ساقيه بيها الرز. غلط. لما تاخدي ميه العدس وتسقي بيها الرز ده بيعمل بيوجع القولون، لان الميه دي كلها غازات انا اصلا برميها. لكن لما بسوي العدس مع الرز تاني بكمل سواه بيخليه في منتهى الجمال، وبيبقى حلو قوي قوي قوي، وبيديكي نفس الطعم. تمام. دلوقتي هبدأ ان انا اعمل الصلصة بتاعت الكشري بتاعتي. انا كده جبت حلة وحطيت فيها شوية زيت، وبدأت ان انا انزل بيهم بكام فص توم، واحط عليهم شوية كزبرة ناشفة. حلو الكلام، كلام جميل، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. هو ده المشروع بتاعي الجديد اللي انا هعمله يا جماعة. انا هعمل محل كشري. تمام. ونافس بيه اكبر المحلات عندنا، يعني اكبر محلات كشري في مصر انا هنافسها بالكشري بتاعي. لان بجد يا جماعه انا عامله كشري، طبق كشري محترم، طبق كشري حكايه. تمام. ومش غرور مني، ده بشهاده كل اللي حواليا بيقولوا لي الكشري بتاعي حكايه. فانا دلوقتي يا جماعه حطيت التوم، وحطيت معاه الزيت، وحطيت شويه كزبره ناشفه. الكزبره يا جماعه بتبقى حلوه جدا جدا في الكشري، بتعلي التست معايا، وبتخليه طعمه حلو قوي 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 قوي. مش قادره اقول لكم طعمه بيبقى حكايه ازاي. هبدأ ان انا احمر شوية التوم بتوعي. برضو تركاية صلصة الكشري دي، طبق الكشري اللي احنا بناكله ده يا جماعة بيبقى كله اسرار وحكايات. هقول لكم برضو احنا هنعمل ايه الكشري، السر بتاع الصلصة بتاعته، ان الكشري بره بيبقى حلو قوي. دلوقتي انا عندي التوم اهوت احمر، التوم والكزبره الاتنين مع بعض. وحطي كزبره مع التوم، ما تحطهاش في الاخر، حطيها مع التوم عشان تدي ريحه حلوه قوي قوي قوي. التوم هتحمر معايا. بعد ما تحمر هنزل عليها بشوية خل كده كويسين، حوالي معلقتين خل كبار. تمام. واسيبهم بقى يعملوا ايه، يعني اسيبها ايه تتشوح زي ما بيقولوا كده مع بعضها، لغاية ما احس ان ريحة الخل والثوم طلعوا هما الاتنين مع بعض. تمام تمام. سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. حلو الكلام، كلام جميل. متنسوش يا جماعة تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تعليقات، وما تنسوش لايكات. تمام تمام. دلوقتي هجيب الطماطم بتاعتي اللي انا عصراها، وابدا ان انا احطها على الخل والثوم بتوعي. تمام تمام. هو ده السر يا جماعة بتاع صلصة المحلات. حبة الثوم بالكزبرة، وعليهم بعد ما يحمروا عليهم شوية الخل. هبدأ بعد كده حطيت نزلت بالصلصة بتاعتي، وابدأ ان انا احبشها بقى. احبشها بايه بقى؟ تحبشيها بايه يا ست هدى؟ هقول لكم نحط شوية شطة حلوين. تمام. مع شوية ملح، الملح ده أساسي طبعا. شطة حلوين كده مع حبة كمون، الكمون يكون أكتر شوية، يعني كتر الكمون حبة، بس ما كتروش قوي عشان ما يمررش معايا. بس برضو الكشري بيحب الكمون، بيحب الشطة، بيحب الملح. وأنا كده كده حاطة الكزبرة الناشفة مع التوم. تمام تمام. أسيب الكلام الجميل قوي قوي دوت. الصلصة المحترمة اللي عملتها دي أسيبها على جنب تسبك.
دلوقتي عندي بقى تالت حاجة من سر من اسرار الكشري، ان انا المكرونة بتاعتي بعد ما صفيتها وهي سخنة بجيب شوية زيت كده وانزل عليهم واروح مقلباهم، تفضل المكرونة بتاعتي مفلفلة وحلوة جدا جدا، من اول طبق كشري اغرفه لغاية اخر طبق. في ناس بتشتكي يا جماعة ان هم مجرد ما بيصفوا المكرونة حتى لو نوعها كويس بيلاقوا المكرونة عجنت معاهم. تمام تمام. انتي بقى دلوقتي المكرونة بيقولك اول ما تبرد بنلاقيها مسكت في بعضها كده. لا، المكرونه بتاعتي اول ما بنزلها من على النار واصفيها كويس من الميه بتاعتها ابدا انزل عليها بشويه زيت. بص بقى يفضل الكشري معايا مفلفل، تفضل المكرونايه كده كل مكرونايه كده فكه من نفسها وحلوه وحاجه كده فاخر من الاخر. في ناس بتحط زيت في الميه بتاعت الكشري في ميه المكرونه وهي بتتسلق، اقول لكم تمام، بس انا مش هحتاج احط في الميه لاني كده كده انا هحط على المكرونه ذات نفسها بعد ما تتسلق، فمش محتاجه ان انا احطها في الميه. الطريقه دي هتخليها حلوه جدا جدا، مش قادره اقول لكم طعمها وحلاوتها عاملين ازاي. دلوقتي بقى كده هنعمل حبه الرز بتوعنا دول، شويه زيت اهم، حطيتهم واسيبهم لما اسيبهم لما يقدحوا يسبكوا. اسيب الزيت يقدح معايا قوي او يسخن معايا قوي، عشان في ناس ما تعرفش يعني ايه يقدح. وابدا انزل بالشعريه بتاعتي. انا بعمل في الكشري يا جماعه الشعريه اكتر من الرز، وعموما انا لما باجي اعمل اي كشري اي رز بعمل الشعريه اكتر من الرز. دي بقى سر برضو من الاسرار بتاعتي، ان الشعريه بتاعتنا هنبدا نحط عليها شويه ملح. اما تيجي تحمري الشعريه او تحمري لسان عصفور او تحمري رز، حطي عليهم شويه ملح، الملح بيخليها تحمر بسرعه وتديكي لون واحد وتحمر كلها في نفس الوقت بنفس الدرجه بنفس اللون، ما تلاقيش واحده فاتحه ما تلاقيش واحده غامقه، وفي نفس الوقت بيساعد ان الشعريه تتحمر معايا بسرعه. ودوت كده معايا حوالي يعني حبه رز، برضو انا ما كيلتهمش بصراحه يعني ما اعرفش وزنهم قد ايه، بس هم حبه رز برضو بس الكشري اكتر. الرز دوت يا جماعه عالي الجوده ورز نظيف، فانا ما غسلتوش. مش هيبقى مش رز سايب ولا حاجه، ده رز نوعه ممتاز جدا، فانا مش محتاجه ان انا اغسله لانه هو حلو اساسا ونظيف. فبدات ان انا ضفته على على الشعريه. بعد كده نزلت بالعدس، العدس هيكمل سوايه زي ما قلت لكم قبل كده مع الرز، وهيدينا نفس الطعم. يعني مش محتاجه ان انا اسلق العدس واخد ميته اسقي بيها الكشري، لا انا حطيت العدس اسقي بيها الرز. انا حطيت العدس كله كله مع مع الرز. هبدا ان انا اقلب بقى الرز مع الشعريه مع العدس. بصوا يا جماعه، يعني الموضوع كبير قوي، يعني بصوا موضوع حلو قوي قوي. كشري ده طبق كشري ده مزاج، مش حكايه ان احنا بنعمل شويه رز وشويه عدس وحاجات كده على بعضها وخلاص، مزاج. وابدا ان انا كده انزل بشويه ملح وراعي ان انا حاطه ملح مع الشعريه. خدوا بالكم من الحته دي برضو يا جماعه، ان احنا حطينا ملح مع الشعريه، فما اجي دلوقتي ان انا اظبط الملح بتاع الرز مش هحط ملح كتير زي ما انا ما يعني لو انا حاطه ملح مش حاطه ملح اكتر قبل كده كنت حطيت ملح اكتر، لكن انا اساسا حاطه ملح. تمام. وابدا كده ان انا اسقي الرز بتاعي. يعني ايه اسقي الرز بتاعي؟ البنات او الستات اللي ما يعرفوش يعني ايه اسقي الرز، يعني اضيف له الميه بتاعته اللي هيستوي فيها الرز. تمام تمام. هبدا كده اضيف شويه بشويه، ما اجيبش ميه كتير واروح ده مره واحده، لا انا ببدا احط لغايه ما اشوفه كده الاقيه خلاص مش محتاج. يعني هوريكم هيبقى عامل ازاي. يا دوبك انا عايزه الميه تغطي الرز بس مش تغطيه قوي تبقى ميه عاليه بقى وكتير والكلام ده لا، لان الرز المصري بتاعنا ما بيشربش ميه كتير، بيشرب ميه قليله. فانا يا دوبك هبدا ان انا ايه اغطي الرز بتاعي كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ وجنب والناحيه التانية الصلصه اهي بتسبك على البوتاجاز، ريحتها حلوه جدا، مش قادره اقول لكم كانت ريحتها تحفه وحلوه وعامله ازاي. دلوقتي دول اخر شويه ميه اهوت انا زودتهم. بصوا شايفين انتوا الرز كده بس حلو قوي كده. شكرا. اهو إيه رايكم في الجمال ده؟ هسيبه بقى اول ما يغلي معايا ويبدا يتشرب اوطي عليه البوتاجاز واسيبه يستوي. اول ما يتشرب يعني ايه يتشرب؟ الميه دي يغلي كله في قلب بعضه والميه دي تقل شويه، اسيبه ايه يستوي بقى على نار هاديه، زي ما بيقولوا ايه سوي الرز على نار هاديه. هنبدا يا ست الكل يا حبيبه قلبي نعمل مع بعض الدقه. الدقه بقى بتاعتنا كده هجيب شويه خل محترمين حلوين، وابدا ان انا انزل بيهم في يعني اي حاجه بقى، طبق كسرولة اي حاجه عندك. هنزل بقى كده بشويه الخل بتوعي وعليهم بقى ايه آه إيه انا نسيت يا جماعه على فكره عشان ريقي نشف من كتر الكلام. شويه الخل بتوعي دول بصوا يا جماعه هنزل عليهم بشويه كزبره ناشفه. تمام تمام. من ضمن الاسرار اللي بتخلي الكشري بتاعي ناجح جدا الشطه والدقه، مع ان الاتنين دول اسهل حاجه انت بتعمليهم. انا كده حطيت الخل وحطيت معاه شويه كزبره وحطيت كوبايه ميه، يعني خل وكزبره ناشفه وكوبايه ميه. طب هتعملي ايه تاني يا هدى؟ هقول لكم هعمل ايه واحده واحده واستنوا عليا يا جماعه، انا مش ههرب منكم.
وحبه ملح صغيرين، لان انا عندي الخل بيبقى فيه حموضه، الحاجات اللي هي بيبقى فيها حموضه بتبقى مدياني اصلا طعم الحاجه اللي هي بتبقى حادقه، يعني ما نزودش فيها ملح قوي. وابدا انزل بكام فص توم عندي، يعني كده ده خل وكزبره ناشفه، دي الدقه، خل وكزبره ناشفه وميه وكام فص توم كده حلوين هنزل بيهم. تمام تمام، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه، حلو الكلام، كلام جميل. كده الدقه خلصت معايا؟ لا يا جماعه لسه ما خلصتش، استنوا شويه، يعني ايه، واحده واحده عليا كده، مش كله ورا بعض طخ 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 طخ. يعني انا الحمد لله والله فضل ونعمه من ربنا ان انا فاكره الحاجات دي كلها وعماله افتكر كل حاجه انا عاملاها. هاخد بقى معلقتين من الصلصه اللي انا عاملاها اللي انا مسبكاها دي، وابدا ان انا انزل بيهم على الدقه بتاعتي. بصوا، مش احنا بنلاقي الدقه عند الراجل ملونه كده؟ خدت شويه صلصه منهم، من اللي انا عملتها دي، معلقتين كده، ورحت حطاهم على ايه، على الميه والثوم والخل والكزبره الناشفه. تمام، ميه وثوم وخل وكزبره ناشفه، ورحت شويه ملح صغيرين، ورحت حط عليهم معلقتين من الدقه، معلقتين من الصلصه. حلو الكلام، كلام جميل، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. الصلصه كمان بتاعتي كانت تقلت وسبكت معايا، هبدا ان انا ازودها شويه ميه، ده كان نص مج ميه بس، يعني مش مزوده ميه قوي. وابدا ان انا ايه، اسيبها تاخد ايه، غلوه واحده معايا كده. تمام تمام، تمام التمام. بجد يا جماعه اعملوا الكشري ده، هيبقى احلى واطعم من بتاع المحلات. انا هنافس المحلات الكبيره وهعمل محل كشري. تمام. دلوقتي عندي الرز بتاعي اتشرب اهو، وطيت عليه، اسيبه بقى يستوي كده على نار هاديه كده مع نفسه. وعندي الدقه بتاعتي التحفه الجميله هي انا عملتها. وكمان هنعمل مع بعض، فاضل حاجه بسيطه بس هنعملها، الشطه. دلوقتي دي الشطه وعليها شويه زيت. في ناس بتحط الشطه والزيت على البوتاجاز وتديهم تقليبه مع بعض لغايه ما ريحه الشطه تطلع. دي يا جماعه بتبقى حاميه قوي قوي قوي، وتخليكي تاكلي الكشري من هنا وحاسه بنار من هنا. لكن انا بعملها على البارد، عندي الشطه وعليها حبه زيت، واقلبهم حلوين قوي ببعض كده. بصوا بقى الشطه دي مفيش اسهل منها، هما حبه الزيت وحبه الشطه وحبه صلصه من اللي انا عاملاهم عليها. تمام تمام. بصوا يعني اخد كده مغرفتين من الصلصه على على الشطه بتاعتي دي، واقلبهم في قلب بعضهم. حلو الكلام، كلام جميل، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. متنسوش يا جماعه تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه معايا في القناه واول مره تشوفيني، انا مطبخ هدى اكلات مصريه، يا ريت تنوريني باشتراك وتعملي لايك كده وتسيبي تعليق حلو لو الفيديو بتاعي عجبك. هبدأ كده ان انا اقلبهم في قلب بعضهم كده زي ما انت شايفة كده. خلاص يا ست الكل، الدقة بتاعتي خلصت، والشطة بتاعتي خلصت، والكشري كله بقى تمام التمام، والرز استوى، والمكرونة بصوا مفلفلة وحلوة وحاجة بايه، فاخر من الاخر، وجايبه لكم كل حاجة على طبيعتها. وكان في ناس واقفة ورا الكواليس جعانين، عمالين يقولوا احنا عايزين ناكل، احنا عايزين ناكل، لدرجة ان انا يعني بصوا عمالة اخلص بسرعة بسرعة عشان ياكل. وبعد كده رحت محضرة الطبق الحلو التحفة الجميل دوت. نسيت اقول لكم، الصلصه بقى اخر حاجه معايا، الدقه اخر حاجه معايا، اخر تركايه فيها بضيفها، الكمون والليمون. ما بضيفهمش في الاول يا جماعه عشان ما يمرروش معايا، عشان هما بيغلوا على النار بيمرروا. انا هطفي البوتاجاز واروح ضايفه الكمون والليمون، وكده الدقه تبقى تمام التمام، وعملت طبق كشري حكايه فاخر من الاخر. زي ما قلت لكم في ناس واقفه ورايا على في الكواليس جعانين. فانا بقى ايه، رحت عامله الكشري مخلصاه، وحضرت اول طبق، ورحت مقلباه كده كده في قلب بعضه، ودوقت الناس اللي واقفه معايا كلها. انا كده عملت الفيديو بتاعي المره دي، ده فيديو بدون مونتاج، فيديو على طبيعته، ما خبيتش عليكم اي حاجه، فيديو كله اسرار اسرار اسرار، حاجه حلوه جدا، عملته بطبيعتي. طبق اهوت من بيتي عادي جدا جدا. في بقى اللي وقف ودق وراه كده ابو عبد الرحمن. بصوا الطبق اهوت عايز يدوق، قلت له خد بقى دوق كده وقول لي ايه رايك. هو واقف ورا الكاميرا الكسف يطلع فيقول لكم ان الكشري بتاعي مية مية، وعجبه جدا جدا. بصوا يا ايده ما كانتش جايبه الكاميرا، فنزلت لكم ايده عشان تشوفوه ان الكشري حلو. واقول لكم حبايب قلبي، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد. مية مية.